أهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلة في الرحلة. النهاردة هنتكلم عن تحدي جديد بنواجهه بنعيشه واحنا في وجودنا كده في هذه الرحلة الجميلة على الأرض، ألا وهو الشعور بالوحدة أو الخوف من الوحدة. في بنات وسيدات كتير اوريدي هم بيشعروا بالوحدة حاليا، نرمين أنا حاسة إن أنا وحيدة، حاسة إن أنا مفيش حد معايا، حاسة. وفي ناس هي عايشة خايفة من الوحدة، يعني هي دلوقتي عايشة بتاخد قرارات وبتعمل كده حاجات عشان أتجنب شعور إن أنا أكون وحيدة. تعالوا بقى ندردش كده ونفهم شوية إيه هي كده تحديات وأسباب الشعور بالوحدة علشان نقدر إن احنا نعالجها ونتخطاها. أول سبب رئيسي وأهم سبب بيخلي الوحدة تشعر بالوحدة بغض النظر هي حواليها ناس أو مش حواليها ناس، لو هي ما عندهاش اتصال قوي مع نفسها. يعني لما بيكون كل تركيزي اني اتصل مع الناس اللي حواليا، اهلي، اصدقائي، جيراني، ولادي، زوجي، ايا كان، وفقدة الاتصال مع نفسي، ده من اكتر الاسباب اللي بتخليكي تشعري بالوحدة. حتى لو حواليكي ناس، يعني كتير سيدات بتيجي تحكي لي ولما بشوف اللايف ستايل بتاعهم بلاقيهم عادي، يعني عندهم علاقات ومنتشرين وبيروحوا وبينزلوا وبيخرجوا وبقعد مع ناس، وبالرغم من كده بتقولي نرمين انا حاسه ان انا وحيده. ده ليه سبب تاني هنقوله كمان شويه، بس اول سبب رئيسي انك اصلا شعور الفراغ اللي جواكي والوحده والغربه والوحشه اللي جواكي دي ملهاش علاقه بالناس، دي ليها علاقه بعلاقتك انت مع نفسك. انت قعدتي تركزي في علاقاتك مع الناس لحد ما بقى في مسافة كبيرة بينك وبين نفسك. فالشعور ده جاي يديكي الارم، جاي يديكي منبه كده وصوت انتبهي لعلاقتك مع نفسك. محتاجة تتعلمي تتواصلي مع نفسك اكتر، افهم مشاعري اكتر، اتكلم مع نفسي اكتر، اصاحبني اكتر. اكتر ناس يا جماعة بتخاف من الوحدة هي اكتر ناس ما بتعرفش تقعد مع نفسها لوحدها. يعني في حد تقولك انا عادي ممكن انزل افطر لوحدي، عادي ممكن انزل اشتري شوبينج لوحدي، عادي انا ممكن اسافر لوحدي، عادي انا ممكن اقعد في البيت واطلب اكل واتفرج واعمل موفي نايت واكون سعيدة جدا. هي ما عندهاش مشكلة ان انا اكون لوحدي. فبالتالي النوع ده من الناس هو اكيد ما بيحبش الوحدة، بس مش عايش خايفة من الوحدة، ومش بعيشة بشعر بالوحدة لكن اكيد مش هحبها. لكن في مجموعة تانية من الناس تقولك انا ما بعرفش اخد قرار لوحدي، انا لازم حد ينزل معايا وانا بشتري الحاجة. يعني ايه انزل اقعد افطر لوحدي؟ يعني ايه انا يصعب عليا نفسي؟ يعني ايه افطر في رمضان لوحدي؟ انا يصعب عليا نفسي ان انا افطر في رمضان لوحدي. يعني ايه اسافر لوحدي؟ نو واي. اصلا الفكرة ايه؟ يعني ايه سافرتي لوحدك؟ يعني ايه بجد؟ بتتكلمي بجد؟ الفكرة بالنسبة لعقلي مش اوبشن اصلا. اللي هو بتعملوا ايه يعني لو خرجتوا لوحدكم ولا سافرتوا لوحدكم؟ فطول ما الانسان شايف ايه ده، يعني ايه ابقى لوحدي، ايه ده، يعني ايه ان انا اكون، ازاي هيفضل عندي دايما خوف من الوحده. لان انا بالنسبه لي الوحده يعني هقعد انا ونفسي كده، ايه ده هنعمل ايه بقى، ده احنا ايامنا هتبقى فلالي كده. لا، انا اجري افضل مع ناس ايا كانت العلاقات، مؤذيه مش مؤذيه، سامه مش سامه، صحيه مش صحيه، المهم اكون مع ناس بس ما اكونش لوحدي. يبقى ده اول مشكله. لو انا عندي ده محتاجه ابتدي اقوي علاقتي مع نفسي واتواصل واقعد مع نفسي في الاول واجبر نفسي كده، واحس في الاول عادي ان انا غريبه، ايوه اقعد مستغربه نفسي، يعني اقول ايه اعمل ايه، مش مشكله. واحده واحده هتتعودي على نفسك وهتصاحبي نفسك وهتلاقي نفسك كل ما زاد التواصل مع نفسك وقدرتك انك تكوني لوحدك وقادره تخلقي سعاده. حلو ان احنا نكون مبسوطين مع الناس طبعا، ربنا يخلي الناس في حياتنا ارزاق جميله، ولكن مهم جدا الانسان يعرف يتعلم يكون في خلوه عادي مع نفسه، اقعد مع نفسي واكون تمام كده وعلى العال. طيب تاني سبب من اسباب شعورك بالوحده ان حضرتك عملتي غلطه كبيره، غذيتي الشعور وعملتي كده لخبطه وانتي مش واخده بالك. بمعنى ايه؟ في مقوله كده يا جماعه بتقولك ايه؟ problem well stated is a problem half solved. يعني ايه؟ مشكله اتقالت بطريقه مظبوطه well stated، بوضوح، بشرح كافي، اتقالت صح مظبوطه، نص المشكله اتحل.
طيب تعالوا بقى نربط ده باللي احنا بنقوله. تجيلي مثلا واحدة متزوجة وهي في علاقة، العلاقة دي مش صحية خالص، بتأذيها، ممكن تكون مرتبطة حتى مش لازم متزوجة، والعلاقة دي أنا عارفة إن العلاقة دي علاقة بتأذيني، علاقة بتدمرني، بتطفيني. طيب إيه اللي مخليكي يا ست البنات قاعدة في هذه العلاقة اللي أنت مدركة 1,000,000% إنها مش بتخدمك وإن هي بتطفيكي؟ تلاقي الإجابة علشان يا نرمين خايفة أكون وحيدة. فلما نيجي نتفرج على حياتها نلاقي إن هي بتشتغل، عندها أصدقاء عادي، عندها أبناء عادي، يعني حياتها فيها تفاصيل، ولكن أنا شايفة إني لو شلت هذا الشخص من المشهد أنا هكون وحيدة. طيب فاسألها أنت هتكوني وحيدة ولا هيكون عندك فراغ عاطفي؟ فتسكت كده وتفكر، أيوة تصدقي هيكون عندي فراغ عاطفي. لا حلو، يعني الفراغ العاطفي حاجة والوحدة حاجة تانية، يبقى انت مسمية المشكلة اصلا غلط، فعمالة بتغذي في وحدة وبتغذي في مشكلة هي اصلا مش موجودة، مش دي مشكلتك. انت اصلا عندك حياة وعندك ناس وعندك دوشة في حياتك. هذا الشخص لو خرج هتفضى خانة، في خانات تانية مليانة، في خانة واحدة هتفضى. هل ده معناه ان انا هكون انسانة وحيدة؟ عملت كنسل وديليت ومسحت كل الحاجات دي عشان خانة فضيت؟ يبقى بدل ما اقول اصل انا لو انفصلت لو سبت العلاقه هكون وحيده، يبقى محتاجه استبدل هكون وحيده باني هيكون عندي فراغ عاطفي. اتفقنا يا ست البنات؟ يا نرمين اتفقنا فعلا هبقى عندي فراغ عاطفي. طب تعالي لي بقى من الفراغ العاطفي بقى ندخل حته تانية. لو انا سالتك هذه العلاقه اللي انت مدركه 1,000,000% ان هي مش بتخدمك، هذا الشخص بيملالك كوباية العاطفة عندك كم من 10؟ ده يا نرمين مليها لي 2 من 10، ده ما بيدينيش حاجة، ده أنا بشحت منه الحب، ده أنا يديني يوم وشهرين لأ، ومرة و20 لأ. يعني الفراغ العاطفي أصلا موجود، يعني هو مش مليان، وانتي لو انفصلتي عن هذه العلاقة ايه ده الكوباية هتفضى. هي الكوباية أصلا فاضية يا فوزية، هي اصلا فاضيه، هي اصلا فاضيه، والفراغ انت عايشه في قلب الفراغ اصلا. فانت عماله مدخله نفسك في حلزونه ما انزل الله بها من سلطان. انت مدخله نفسك في حلزونه ومتاهه لانك مسميه المشكله غلط، وبعد كده بتقنعي نفسك بحاجه هي اصلا مش موجوده، ان انا عندي اصلا امتلاء وشبع عاطفي وانت عايشه في الفراغ العاطفي اصلا. فانت خايفه من سراب انت اللي خايفه منه عايشاه اصلا. يبقى انا ليه خايفه من؟ لا بس برضو يا نرمين وجوده يعني برضو يعني بيفرق. فكره انه احتمال في يوم يجي يديني اليوم بقى اللي هو 2 من 10 اللي هي المره او شهر، لا اهي دي احسن من مفيش. فكره انه يعني ده احسن من مفيش. انت عارفه ان ده اكتر شيء بيعذب الانسان؟ لما الانسان بيفقد اوقات الامل، ده بيكون اوقات، على فكره اوقات عشان محدش يفهم كلامي، انه مش الامل، بيفقد انه خلاص يتاقلم، ده امر واقع وفي الحاجه دي خلاص هي مش موجوده، ده بيكون صحي جدا عن انه يفضل عايش متعلق متعشم. طب النهارده هيعمل معايا ايه؟ طب النهارده ايه؟ فانت كل يوم في حاله استنزاف لحد ما اليوم بقى اللي يشاء الله بيجي بقى اللي هو يوم كل مره في السنه ده يديكي الحاجه الحلوه. انت عارفه انك لما بتقطعي ده بيكون اريح لك من العذاب اللي انت عايشه فيه. عارفين كده مثال لما بنيجي في رمضان نصوم المعده ما بتشتغلش، فبنيجي على نص اليوم عادي وخلاص وبنتعود وبنخرج وبنعمل، تيجي حد يقول لك انا لو كلت حاجه ممكن مثلا كده ممكن تلاقي نفسها بقت بتجوع اكتر وبقت بتعطش اكتر وبقت مهبطه اكتر خلال اليوم، حتى لو ما اكلتش تتعب اكتر من ان هي كانت صايمه. ليه؟ لان المعده اشتغلت، انتوا مش دخلتوا لي اكل، فانا مستنيه اكل بقى، فانا مستنيه طاقه بقى، فانا مستنيه ميه بقى، فانا مستنيه بقى فين بقى الاكل، فافضل اديك انذارات وقرصه الجوع تزيد وهبطك واعمل بقى علامات معاك عشان انت شغلت لي بقى المعده، شغلت لي جهاز الهضم، ما تديني اكل وانت بتعشمني وتغدر بيا ليه؟ لكن في الصيام انا اصلا ما شغلتهاش، احنا اصلا صاحيين متصالحين مفيش اكل، فهي تكيفت مع ده وبدانا بقى نولد طاقه بقى من حاجات تانية وروحانيات، وبدانا بقى نمشي وعلى العال ونسين الاكل والشرب لان انا خلاص تكيفت ان مفيش اكل وشرب جاي. يبقى مهم جدا ان انا عارفين كده يقولك الباب اللي يجي لك منه ريح سد واستريح.
ال2/10 مستحقين حرقة الأعصاب اللي انت فيها والانتظار والليالي اللي انت بتقعدي منتظرة وقهرة نفسك فيها عشان 2/10 باخدهم مرة في الشهر ولا مرة كل شهرين. يبقى عشان أقدر أساعد نفسي إني أخد القرار الصح محتاجة أشوف المشكلة صح وأعرفها صح، ومحتاجة أوري نفسي الخسارة مش كبيرة زي ما انت متخيلة. أنا لما قلت له وحيدة عقلي شاف الخسارة كبيرة، لكن لما اقول له انا هخسر 2/10 هم مليانين في كوباية عندي ولا حاجة، بس بشتري سلامي الداخلي، بشتري كرامتي، بشتري عزة نفسي، بشتري عمري اللي جاي علشان اقدر ان انا اتعافى واتخطى وادخل في علاقة تانية على فكرة واحب واتحب واخد بقى 5 و7 و10 في الكوباية بتاعتي. يبقى ده سبب تاني هيخليكي عالقة في الخوف من الوحدة او الشعور بالوحدة. طيب السبب الثالث اللي هو بسميه انا عايزه ومش عايزه، اللي هو ايه يا نرمين؟ يعني انا يا نرمين عايزه علاقات، عايزه اصحاب، عايزه حياه اجتماعيه، عايزه حاسه اني لوحدي، حياتي ممله، بروح من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. ماشي يا لوزة، يلا اخرجي بقى مع اصحابك، طب الناس اللي معاكي في الشغل، طب يلا نخرج، طب ايه افكار ممكن نعملها تتواصلي مع ناس تفتحي دوائر جديده. لا بصراحه يا نرمين انا مش عايزه اعمل كده. ليه يا حبيبتي؟ عشان انا بقى عندي تراست ايشوز، عشان انا شفت من العلاقات ومن الصحاب شفت كتير وما عنديش استعداد اتوجع تاني، ما عنديش استعداد اتخذل تاني. طب ودي نحلها ازاي؟ انا الوحده وخايفه ما اتجوزش وخايفه اعيش وحيده واموت وحيده وانا عايزه عيله والاسره ونفسي ابقى ام وكلام كلام كلام. وبعد شويه يجي لبنتنا عريس، ها عريس اهو، عريس يا ماي. نرمين اكتر حاجه بتوترني في الحياه وبكرهها لما بيجي لي عريس، اول ما اهلي يقولوا لي انا جاي لي عريس انا بنهار والغم بقى ينزل عندي. ليه يا ست البنات؟ لا لا لا، انا بكره الفقره دي وببقى عايزه اتلكك واعتذر باي حاجه، وببقى اصلا نازله النزوله مش طايقه نفسي، وببقى معرفش ايه بعتذر معرفش ايه. طب نحلها لك ازاي؟ انت عايزه الشيء بس انت مش عايزه تمشي في الطريق بتاعه، عايزه الونس والصحبه وعايزه الحياه بس مش عايز تمشي في الطريق بتاعها. طب مش عايز تمشي في الطريق بتاعها ليه؟ عشان مش عايز تألم، عشان مش عايزه احتماليه اني اخسر، عشان مش عايزه اتحمل مسؤوليه اختيار ممكن يكون مش مظبوط. طب هنحلها ازاي؟ اللي بيتجنب الألم يا جماعه بيتجنب الحياه. تاني، اللي بيتجنب الألم بيتجنب الحياه. طول ما انت هتفضلي عماله بتحمي في نفسك، لا مش هتعرف على ناس جديده عشان ما تخذلش، لا مش هقابل عرسان احسن يحصل معايا خيانه زي ما حصل قبل كده، لا مش هعمل، لا مش هعمل. طب خلاص يبقى اقلمي نفسك، انا بقى هعيش لوحدي وعايزه احب قعدتي مع نفسي لوحدي وعايزه اكون اسعد انسانه في الكون وانا لوحدي. بس ما تدخليش نفسك تاني في حلزونه انا وحيده عايزه ناس عايزه عيله بس انتي مش عايزه تمشي الطريق وتدفعي الثمن بتاعها. يبقى خليكي صادقه مع نفسك واحسمي قرارك. عايزه امشي وانا ونصيبي هقابل ناس حلوه جميله تونسني واستمتع بيهم ارزاق في حياتي، وهقابل ناس تانية كخه وحشه هنتألم منهم، عادي هنتعافى ونعدي ونكمل الحياه وتستمر؟ ولا لا شكرا مش همشي، بس مش هجيب بقى كلمه وحده بقى ولوحدي، انا قررت اسستم حياتي على اني اعتمد على نفسي واكون لوحدي وامشي بقى في المسار ده، بس ما دخلش نفسي في حلزونه. السبب الاخير اللي بيخلي حضرتك تشعري بالوحده رغم انك عندك علاقات وعندك ناس، ان انتي قد تكوني اوكي متواصله مع نفسك وتمام، بس وانا عندي علاقات انا عامله جدار عازل بيني وبينهم، دايما حاطه سور. الظاهر من بره عندي شله كبيره بخرج معاها، عندي جروب في الشغل بننزل مع بعض، عندي جيران بنتجمع وبنتقابل في الكومباوند ولا ايا كان فين، بس فعليا انتي نازله بورق الحائط كده في جدار عازل عاملاه. انا قاعده بسمعهم باخد منهم بس انا ما بديش، عامله سور قافله على نفسي، مش عايزه انفتح، مش عايزه اتكلم، مش عايزه اشارك، مش عايزه يعرفوا عني حاجه، مش عايزه اقول لهم مشاعري، مش عايزه مش عايزه مش عايزه. فبالتالي مع الوقت في حته جواكي بتحس اني غريبه، كلهم قاعدين بيضحكوا بيتكلموا وحاسين وبيعملوا، بس انا مش معاهم، مش جوه الموضوع معاهم. ليه؟ مش عشان هم اللي بعدينك عنهم،
انت اللي بعد نفسك وعاملة جدار عازل. يعني محتاجة تقعدي مع نفسك وتفهمي طبيعي ان كل انسان عنده خصوصية وعنده حاجات معينة ممكن تكون خط احمر، مش عايزة حد يعرفها، مش عايزة اشاركها لحد، حقك، بس مش كل حاجة. ايه الحاجات اللي انا عايزة اسمح لنفسي ان انا ابتدي اتكلم فيها مع الناس، اشاركها للناس؟ ايه الكلام اللي انا خايفة اقوله؟ في ناس هي اصلا مطفية، فخايفة اتكلم احسن يشوفوني مش فاهمة حاجة، خايفة اتكلم بحس هم سابقني كتير في خبرات وانا مش عندي الحاجات دي، خايفة ان نرمين لما اقول حاجة يبقى شكلي ساذج كده ويضحكوا عليا. لازم اتكلم وانفتح ويتقبلوني زي ما انا، واتقبل واتعلم واتطور. لكن طول ما انا قاعدة ساكتة ومطفية، انا عاملة جدار عازل هيفضل دايما. حتى لو ربنا مديني رزق ان في اصدقاء زمايل معارف في حياتي، انا اللي هكون مش عارفة استفيد واستمتع بالرزق ده، لان انا اللي عاملة الجدار العازل. كل واحدة بقى محتاجة تقعد تشوف انا انهين في دول ولا انا كلهم مع بعض، علشان تمسكوا نقطة نقطة تظبطها، علشان تقدر تكون بتستمتع مع نفسها وهي لوحدها، وبتستمتع مع الناس الجميلة اللي في حياتها لما يكون ربنا كده مديكي أرزاق حلوة وصحبة جميلة. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا. أشكركم جدا وهشوفكم إن شاء الله في حلقة تانية.